ينفع تخليهم سده جوه يا عصام؟ Bullshit. Look, even if I did know, my life wouldn't be worth much if I told you, now would it? You insulted me. You're a pirate! I'm a good businessman. Give me some respect. Let's try this again. You can torture me all you want. Okay. But I can't tell you what I don't. Maybe so. Maybe your friend will be more cooperative. What? Who? Your friend. Mr. Sullivan? I really don't want to do that. I mean, with his age, I don't think he can take more beating. استاذ سيد، احنا شفنا هنا اللي حضرتك وصفتهم لنا، هم بقى بياخدوا انتوا متوصلين وهم بياخدوا اللقطات دي على الكاميرات وبنشوفها بقى متحوله للصوره اللي شفناها اكنها جيم. بالظبط. التكنولوجي بتاخد الممثل نفسه وحركاته وهو بقى عنده بيتحرك زي ما هو عاوز. لعبه جديده وكل سنه بيقدموا حاجات جديده، بس ابهار كمان بصراحه. الواحد اللي اشتغلت فيه درسته، وبعدين الشركه اللي شغال فيها اللي بتعمل للشركه الكبيره دول انا عامل معاهم شغل. يعني ممكن ان تعملوا شراكه وتعملوا الموضوع ده عندنا. ايوه، انا هاخد كاركتر زي مثلا رمسيس، ده رمسيس، واعمل جيم جديد. طب انت بتوجه مشروعك ده هنا في مصر لمين؟ يعني هل شركه سينمائيه، هل منتج، هل وزاره الثقافه، لمين؟ اي حد عاوز يعمل فلوس، لان في ناس كتير هتشتغل. الممثلين اللي قاعده في البيت هتشتغل، اللي ما بتشتغلش على لايف تي في اللي هو اصواتها حلوه وحركاتها حلوه وكاركتر حلوه، كله هيشتغل، هنعمل فلوس. بص بصراحه احنا لازم نبني مصر بطريقه جديده، وكل واحد لازم، وما نخافش من الاخر اللي جاي. يعني كان عندنا بصراحه قبل الثوره الناس بتخاف من اللي جاي من امريكا او من اوروبا، يقول لك ايه من وراه. لا، احنا جايين نبني بلدنا. ولعلمك احنا جزء من الثوره، ايام الثوره ما قطعوا الانترنت وقطعوا الحاجات دي، احنا اشتغلنا من بره. ازاي احنا كنا بنبعت لهم ازاي يدخلوا على الفيسبوك وكلام من ده، هتوديني في داهيه. احنا ساعدنا الثوره، كنت بطلع على CNN وكنت بطلع على في اي راديو بتكلم حق حقوق الشعب المصري، ان الشعب المصري عظيم، وبقول اللي انا شايفه، بدل الامريكان، لان خلاص بقيت واحد منهم وعملت عمل ايه يعني، بيعرفوني ده مصري. طب نسمعه، ايه رايك باللي بيحصل عظم. كويس انك فتحت الموضوع ده، لان طبعا المصري وهو موجود في مصر اثناء الثوره انا عارفه احساسه وعارفه احنا حاسين بايه في الوقت ده. عايزه اعرف بقى المصري اللي شايف مصر من بره، عايزه اعرف احساس حضرتك وقت الثوره وبعد الثوره ولحد النهارده. حضرتك لسه جاي من امريكا من 3 ايام، عايزه اعرف الصوره كلها كنت شايفها ازاي؟ قبل الثوره كنت شايف الشعب المصري وشه ذل الزن. الثوره ادت روح وكسرت حاجز الخوف، فبقى عظيم، بقى جميل، مع انه بيتضرب بالنار ولكن كان قادر على شفت اطفال ماشي بتكلم معاهم لسه برضه زي المره اللي فاتت. احنا خلاص مش هنخاف لاننا عندنا انا واثق في شفت عظيم. بطلع وبعمل 5 دقايق فيديو بوجه رساله الى الشعب المصري والشعب الامريكي على اليوتيوب. انا شايف ان الشعب المصري احنا ما تستعجلوش، لان احنا عرفنا الحاجة، بس انا خايف من اللي هم بيحاولوا يشتتوا افكارنا. بصي النظام القديم ممكن يرجع تاني لو احنا
سبناه وبصراحه بس يعني لا عليكم ايدينا في ايد بعض عشان نوصل مصر، لان احنا دلوقتي بنتكلم في حاجات تافهه. واحده ابوه امه امريكيه، او واحد استاذ عادل امام رايح السجن، مش عارف ايه حاجه. اصحوا بقى، احنا بنعمل دستور، فخلينا ان يبقى عندنا اولويات، وكلنا في نفس السفينه، هتغرق كلنا. المفروض البناء، المفروض نركز على اننا نبني، والمفروض اللي احنا ناخد الاخوه اللي في العالم المصريين، تعالوا بالله عليكم ابنوا مصر، كلنا نبني مصر. طبعا كلام حضرتك بجد رائع، كلنا نبني مصر وعايزين الكل يرجع، بس عايزين الكل يرجع يعمل حاجه، مش لازم تكون مشروع او بزنس كبير يجيب فلوس كتير، بس ممكن يعمل حاجه يفيد او يمرن بيها حد في مجاله. يعني حضرتك في مجال الفن تقدر انك تعمل حاجه مثلا في معهد الفنون المسرحيه او اكاديميه الفنون. بصي بصراحه في موضه جديده، كل واحد يروح امريكا اسبوعين يجي يعمل ورك شوب. انا عملتها في بورسعيد ببلاش. بالظبط، ما ده اللي انا اقصده، الحاجه تبقى انا بعمل يعني اتصلوا بيا وانا عندي استعداد للمساعده، بس برضه انا بعمل فلوس، مش شاطر. الاثنين نعمل الاثنين عشان يبقى شكلي زي كده لازم اعمل فلوس، لاني انا بمثل غصب عني مش برضايا، بمثل مصر في امريكا، فلازم ابقى نظيف ومهذب وشاطر ومصري. طيب قبل ما نختم حوارنا، عايزه بس احنا في البدايه قلنا قصه كفاح، عايزه حضرتك تقول للشباب في بدايه مشوارهم، في بدايه لسه شاب ما حققش حياته، وحضرتك زي ما قلنا كفاح ووصلت ما شاء الله للعالميه، في ايجاز وجمله سريعه حضرتك تقول لهم ايه؟ انت مصري. حلوه قوي، حلوه قوي الكلمه. احنا بنشكر حضرتك، ميرسي جدا. اشتغل. دلوقتي هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية. يلا 4. ايش عليك؟